السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مطبخ جانا. إذا كنتم مشتركين أو غير مشتركين مرحبا بكم معنا. اليوم درنا قاطو تاع العشية، قاطو ساهل ماشي صعيب بلا طابع ويجي بنين وطري وهشيش، إن شاء الله يعجبكم. في المقادير عندنا 125 غرام زبدة، عندنا كاس إلا ربع سكر عادي كريستاليزي، راح نضربهم مليح حتى يتجانسوا مع بعض. راح نزيد لهم 2 بيضات، حندير لهم لافاني وقرصه ملح وقرصه خماره. راح نضيف نصف كاس زيت بالعقل. كي يتجانس لي الخليط اوكل راح نزيد الفارينه نلمها حتى تولي لي طريه. من بعد حنبدا بالتشكيل. راح نبسط العجينه تكون خشينه ما تكونش رقيقه بزاف. عندي كاس، اي كاس عندك تقدري تطبعي به. انا هذا الكاس عندي الحواف نتاعو حاده. رايحه لي شيت هذوك رايحه ندير بيهم كريات صغار. كما راكم تشوفوا راح نغمس الكريه في الماء ونلصقها في الدائره نتاعي، ندخلها للفرن على درجه حراره 180 درجه. راح تاخذ 20 دقيقه من با. بعد ما طيب لي راكم تشوفوا فيها. راح نعمرها انا بالشوكولا، تقدروا تعمروها بكريمه الليمون، تقدروا تعمروها بالنسلي كراميل، تقدروا تعمروها شوكولا بيضاء. انا عمرتها بلومباسادور. التزيين اختياري، انا رايحه ندير هذو لي سيغار راح نقطعهم ونديرهم من فوق. انتي اللي عندك ديريها، تقدري تخليهم هكذاك. راح نرشهم بشويه نواه كوكو، راكم تشوفوا فيها شيكولاي مازال ما جمدتش، تجي طريه وهشيشه. قهوة العشية ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها. إلا كنتوا جدد ما تنساوش الاشتراك في القناة وما تبخلوش علينا بالبارتاج. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.